ما هو مش معنى ان ده عيد لحمة يبقى احنا ما نعملش كحك، لازم نعمل الكحك. الكحك ده اساسي في الاعياد. شايفين جمال الكحك؟ عايزه اقول لكم ان الكحك بتاع العيد الكبير اللي هو بتاع عيد اللحمة لازم نعمله خشن، يعني وسط كده، لا ناعم ولا خشن. شايفين جماله؟ تحفة. معايا بقى 3 كيلو من الدقيق، معلقتين سمسم متحمصين، تمام. معايا كيلو من السمنة ونص كوباية زيت، بيتحطوا على بعض ونسيبهم على النار لحد ما يطلعوا بخار. نحطهم على الدقيق كده، اول ما يعمل فوران كده يبقى خلاص كده السمنة معانا اتقدحت، تمام. عايزه اقول لكم الطريقه دي بتخلي الكحك ليه ريحه تانية خالص، زي الكحك بتاع زمان. هنقلبهم كله مع بعضه كده لحد ما السمنه تروح مع الدقيق، ونبدا بقى نبست بايدينا. الطريقه دي اسمها البس، لحد ما الدقيق والسمنه يبقوا ناعمين كده. شايفين؟ ناعمين خالص. ودي الطريقه اللي انا عايزاها. خلاص كده نبدا بقى نحط الخميره على الدقيق. معايا مكعب خميره صغير بنحطه على ميه زي ما احنا متعودين كده. هنقلب كل ده على بعضه. معايا ازازه روح موز، تذكره فانيليا، تمام. مش بنحط بودر خالص. خلاص كده. وهنعجن بقى العجينة دي بلبن. معايا كوبايتين من اللبن، ومعايا كوباية من المية، على حسب ما الدقيق بياخد بنديله، تمام. خلاص كده. انا بعد ما حطيت كوباية اللبن بنحط بقى المية زي ما هو عايز. وكده خلاص العجينة خلاص مش عايزة اي حاجة. نبدأ بقى نلمها مع بعض كده. هنا بقى هناخد كرة من العجين كده ونضغط عليها ضغطة بايدينا، لو شققت تبقى العجينة مش ناجحة. هنا بقى ما شققتش اهي، تبقى خلاص كده العجينة معانا تمام. شايفين؟ وهناخد كمان نقشة بالمنقاش اهوت. شايفين الشكل معانا تمام اهوت، يبقى كده خلاص العجينة معانا ناجحة. هناخد برضو قطعة كده من العجين، نبدأ نشكلها بقى للقراقيش، تمام. بنفردها كده بإيدينا، ونبدأ بقى نقطعها بالسكينة، يا بالسكينة يا بالحاجة بتاعت البيتزا اللي انت العجلة بتاعت البيتزا ديت. كده بقى بنقطع القراقيش مع بعض اهوت. هوريكم برضو الحجم اللي احنا عايزينه. خلاص كده. نفس الطريقة دي بنسيبها تخمر شوية، يعني ربع ساعة كده ولا 10 دقايق، وبعد كده بنبدأ نولع الفرن على نار هادية، ونبدأ نحطها في الصاج، ونحطها في الفرن. بتاخد لها يعني تلت ساعة كده في الفرن وتطلع تمام خالص. بنقلبها في الفرن برضو كل مدى كده. معايا بقى عجوة كده مكورينها صغير بسمنة، تمام. ونبدأ بقى ناخد كورة كده صغيرة من العجين وكورة من العجوة، ونفردها في قلب العجينة كده، ونكورها بإيدينا. نبدأ بقى نشكل بقى معانا كده بالمنقاش الشكل اللي انتوا عايزينه اعملوا بيه. خلاص كده. وكل سنة وانتوا طيبين. شايفين جمال الكحك؟ ريحة الكحك بتبقى جميلة قوي في البيت. دي طريقة تانية برضو من النقشة معانا. خلاص كده. انا بوريكم كذا نقشة اهوت، والطريقة اللي تعجبكم اعملوا بيها. ممكن برضو تعملوا بالبصالة. خلاص. الشكل اللي انتوا تحبوه اعملوه. بس بقى ما وريتكمش بقى الكحك ده في السيجان. وكمان الكحك المدور ما جاتش الفرصة ان انا اصوره معاكم. اللي هو الكحك اللي هو الحلقان ده ما صورتوش. ما اعرفش ما تصورش ليه، انا بفكر ان انا صورته والله. شايفين ده الشكل بقى معانا؟ خلاص كده. وبيطلع معانا الكحك بعد تلت ساعة من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل مدى كده نبدأ نقلب فيه في الفرن، تمام كده. بيطلع تحفة. الكحك الناعم بياخد نص كيلو سمنة لكيلو من الدقيق. ده لأ، 3 كيلو دقيق عليهم كيلو سمنة ونص كوباية زيت، بيطلع تحفة. شايفين جماله؟ والقرقوشة هشة. وكده خلاص خلصنا. أنا أسماء الحمامسي، لايك وشير، مع السلامة.